قيوم إليك أحتاج أرجوك بدموعي، صلي بحبك دوم أنا العصي عسى تغفر تراعي، من جرب يتلذذ بطاعتك سعيد. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، صورتك أمام الله تعالى في الخلوة تختلف تماما عن صورتك أمامه إذا كنت بين الناس. فمن كان يجلس لوحده خاليا فإن هذا الشخص تترتب عليه مسؤوليات تختلف عن الذي يجلس مع الخلق، وستعرض عليه فرص رائعة لا تعرض على الذي كان موجودا وسط مجموعة من الناس. فإذا كنت تحصل على كمية معينة من الحسنات مقابل عباداتك، فإن نفس هذه العبادات لو فعلتها في الخلوة لوحدك فستحصل على حسنات أكثر. إلا طبعا العبادات التي تجب مع الناس فهذه الواجب فيها أن تؤديها مع الناس، مثل صلاة الجماعة للرجال أو عبادة الحج مثلا. أما النوافل فالأفضل أن تكون في السر عندما تخلو مع الله بينك وبينه فقط. والإنسان الذكي يعرف قيمة الخلوة، وعليه أن يستغل وجوده لوحده بالإكثار من العبادة، لأنه يعلم أنه لو عمل نفس هذه العبادات في غير الخلوة فإنه لن يحصل على نفس الأجر. العبادات في الخلوة أكثر فضلا وثوابا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. فإذا كنت لوحدك فاستثمر كل دقيقة، لأننا والله نعيش في زمن يكون الإنسان غالب وقته مع الناس، لا يخلو بنفسه إلا قليلا. تجده إما يكون بالدراسة أو العمل، ثم يرجع إلى الزوجة والمنزل والأولاد، أو يخرج مع الأصحاب في الخارج. لا يجلس لوحده مدة طويلة، مع أنه توجد أشياء يعظم أجرها فعلا بالخلوة. مثلا بكاء العبد من خشية الله عموما له أجر، لكن لو أنه حدث هذا البكاء في الخلوة فسيأذن الله لك بأن تدخل تحت ظل عرش الرحمن. عندما يكون الدخول تحت هذا العرش أمنية كل واحد منا يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ثم ذكر منهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. كذلك لو تركت المعصية عموما فإنك ترتفع درجة عند الله، لكن نفس المعصية لو تركتها وأنت خال لوحدك فسيرفعك الله تبارك وتعالى درجات أكثر وأكثر. ومن منا لا يذنب، كلنا أصحاب ذنوب، لكن العجيب أنه بإمكاننا أن نمسح ذنوبنا كلها. كيف؟ سأخبرك بالطريقة. في المستقبل إذا عرضت عليك معصية وأنت لوحدك وأنت قادر على أن تفعل هذه المعصية، فحاول قدر المستطاع أن تتركها. عندها سيثيبك الله تبارك وتعالى على خشيتك بالسر، وسيغفر الله لك ذنوبك الأخرى، بل وسيزيدك فوق ذلك رصيدا من عندي فيعطيك أجرا كبيرا. ما هو الدليل؟ اسمع لقوله تعالى في سورة الملك: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ستنجو. طيب إذا نجوت من النار أين ستذهب؟ كل الناس سيقول سأذهب إلى الجنة إن شاء الله. سؤال: هل تتوقع أن جنة واحدة فقط تدخلها؟ فقط جنة واحدة؟ لا. الذي يخاف الله لا يحصل على جنة واحدة بحسب، بل يحصل على جنتين 2. الناس عندها جنة واحدة وهو يملك جنتين 2. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. يقول بعض الصالحين: كم من معصية في الخفاء منعتني منها هذه الآية، ولمن خاف مقام ربه جنتان. إذن الخلوة بالله غنيمة، ليس كل الناس يحسن التصرف فيها، ليس كل الناس يفوز بها، بل أكثر من ذلك. أتدرون أن الإنسان إذا استمر على خشية الله في الخلوة، إذا استمر على ذلك، تدري ماذا سيرى أمامه؟ سيرى الله. نعم، سيرى الله تعالى بجماله وجلاله وكمال صفاته يوم القيامة. كما أنه الآن يرى القمر ليلة البدر، سيرى الله. عندها سيشعر بلذة في صدره ما أحس بها منذ أن ولدته أمه. أجمل وألذ وأحلى شعور يمكن أن يمر عليك في حياتك كلها
شعور لذة رؤية وجه الله تبارك وتعالى، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويسأل هذا الشعور في دعائه، يقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. فعلا أي شيء أحلى من أن يكون الله الذي لا إله إلا هو متجليا لك، قد كشف لك عن الحجاب فينظر العبد إلى الله نظرة لا مثيل لها. كل هذا لأني خشيته بالخلوة؟ نعم طبعا، هو الذي حكم بذلك. قال تعالى في سورة قاف: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام، يعني ادخلوا الجنة، ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها، يعني في الجنة. ماذا قال الله تعالى بعدها؟ قال: ولدينا مزيد. تدري ما هو المزيد؟ المزيد هو رؤية الله تعالى، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجبريل أخبر أيضا النبي عليه الصلاة والسلام، نعم أخبره أنهم يسمون اليوم الذي يرى فيه الخلق ربهم يسمونه يوم المزيد. هل لاحظت معي كيف أن الجزاء من جنس العمل؟ لاحظ لما ترك العبد المعصية أثناء الخلوة بالله لأن الله تعالى ينظر إليه، أعطى الله تعالى العبد يوم القيامة لذة النظر إليه. ومن ذكائك مع الله إذا خلوت به أن تستشعر المحبة، يعني تستشعر أنك تحبه سبحانه، لأن المحب دائما يريد أن يخلو بمحبوبه فيكلمه ويشتكي إليه ويخاطبه. فحاول أن تكلم ربك في الخلوة، تتعبده لوحدك حبا ورجاء وهيبة. هذا الشعور هو طعم السعادة الذي لم يذقها كثير من الناس. يقول داود الطائي: والله لولا العبادة التي في الليل، يعني وقت الخلوة، قال: لما أحببت البقاء في دنياكم هذه. حلاوة العبادة التي يجدها. ويقول آخر: والله إني لتمر بي أوقات أقول إذا كان أهل الجنة يحسون بالذي أحس به الآن، يعني من السعادة، يقول إذن هم بخير. يا الله. عموما فعلا يعني أحيانا يسجد الإنسان سجدة طويلة يكلم فيها ربه، يتكلم ولا يشعر بطولها. من أحلى الدمعات والله دمعة الخلوة، ولا يعرف معنى هذا الكلام إلا الذي ذاقه. فهنيئا لمن كان بينه وبين ربه حب وعبادة وركعات في الخلوة، لأن الله تعالى يعد لهؤلاء مفاجأة يوم القيامة لم يكشف عنها سبحانه. ونحن الآن لا نعرف ما هي هذه المفاجأة التي ذكرها الله تعالى في قوله سبحانه عندما تكلم عن الذين يتعبدون في الخلوة، قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إنه سبحانه أعد لهم مفاجأة. ما هي هذه المفاجأة؟ الله أعلم، والله ما ندري. هو قال سبحانه: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. طيب، لا تعلم يعني لا تعلم، لكن أنا لا أخفيكم أنني متأكد أنها ستكون مفاجأة جميلة ورائعة، لأنه سبحانه جميل ويحب الجمال، فاختياراته سبحانه دائما تكون جميلة مثله جل جلاله. هو عودنا على ذلك. ثم هل لاحظت شيئا آخر في الآية؟ هل لاحظت كيف أن أهل الخلوة أخفوا عباداتهم في الدنيا فأخفى الله جزاءهم، المفاجأة الذي سيكون لهم في الآخرة؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، الجزاء من جنس العمل. هذا في مزيد من التشويق والسعادة. وأهل المحبة الذين طالما تعبدوا الله تعالى في الخلوة ينتظرون هذه المفاجأة على أحر من الجمر، لأنهم يعلمون أن الله سيفرح بإعطائها لهم، وهم يحبون أن يفرح ربهم سبحانه، ويحبون الشيء الذي يحبه جل جلاله. أخي الكريم، أختي الكريمة، باختصار الخلوة بالله عطية، الخلوة هدية. استغل هذه الخلوة بالله قدر المستطاع، وإياك أن تكون أول الخاسرين بالخلوة. إياك أن تكون من هؤلاء الذين إذا حصلت لهم الخلوة بالله فإن أول شيء يفعلون له سبحانه هو أن يظهروا المعصية له. انتبه، لا يكون الله في قلبك هو أهون من ينظر إليك، فإنه عزيز سبحانه يستحي منا، فمن باب أولى أن نستحي نحن منه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، وأن نكون جيرانا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هناك. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين. إلهي
تحتاج أرجوك بدموعي، صلي بحبك دوم أنا العصي عسى تغفر تراعي. من جرب يتلذذ بطاعتك سعيد.